بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا أحلى متابعين جوه مصر وبره مصر. النهاردة معايا وصفة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. معايا أحلى وأطعم صينية جلاش شفتيها إن شاء الله، وتعجب أولادك كمان. يعني كل اللي هياكل منها يعجب بيها ويحبها. تيجي تشتري طبق الحلويات في الغلا اللي احنا فيه ده طبعا غالي. انت بتعملي حلويات في البيت انضف من بره 1000 مرة. انت ضامنة انت عاملاها ازاي، والحاجة بتبقى قدامك وبتفرحي عيالك وانت بتعمليها. ده حاجة جميلة خالص. في الجو الساقع اللي احنا فيه ده ما بتشغلي الفرن وبتعملي لهم حاجة حلوة، دي بالدنيا وما فيها. ربنا يخلي لكم عيالكم ويبارك لكم فيهم. ويخلي لنا عيالنا يا رب ويبارك فيهم. دلوقتي انا معايا ورقتين جلاش الزهار، ومعايا صينية كبيرة هحط فيها الورقتين ان شاء الله. ومعايا مكسرات على حسب امكانياتك انت، المتاح عندك اعمليه والموجودة عندك اعمليه. معايا فول وجوز الهند وزبيب وشوية سكر برضو ضايفة عليها سكر. طبعا وشوية زيت عشان بلمع بيها كده الصينية. وبحط بين كل راق وراق زيت، بلمع كده الجلاش بالزيت. طبعا انا عندي ورقتين، بحط ورقة تحت وورقة فوق، وفي النص المكسرات. طبعا بحط طبقات الجلاش كده فوق بعضها بالتساوي كده، ولو لقيت جنب خفيف بقسم ورقة وازود كده في الجنوب عشان يبقى متساوي ويبقى مورق كده معايا. طبعا بخلص الورقة الأولانية اللي هي اللفة الأولانية دي تحت، وبحط المكسرات في النص. المتاح عندك حطيه. يعني كل حاجة شغالة بإمكانياتك، تقدر تشغلي نفسك وتعملي بأقل التكاليف أي حاجة ممكن وتفرحي عيالك. أنا كده كنت خلصت اللفة الأولانية، هنزل بقى بالمكسرات اللي عندي، بس مش هحطها في الصينية كلها. أنا هحط 3/4 الصينية كده مكسرات، الزبيب والفول والجوز الهند والسكر. 3/4 الصينية كده، واسيب الربع الأخير هحطه فول سوداني وسكر بس، لان بنتي ما بتحبش الزبيب ولا جوز الهند ولا الحاجات دي. فانا عشان ما اعملش صينيه تانية فعملت كله في صينيه واحده. عملت لها هي الجزء ده واحنا الجزء ده كده، حطيتهم. وفردت بقى اللفه التانية برضو زي ما عملت في اللفه الاولانيه، هعمل في اللفه التانية برضو. هحط لفه الجلاش راق جلاش والمعه بالزيت لغايه ما اللفه تخلص خالص، واسويها كده من الجنوب بحيث اللي هي ما تبقاش مطبات، لا تبقى متساويه. وبعد كده انا هقطعها قبل ما ادخلها الفرن. هقطع بقى هقطع مربعات، واقطع المثلثات ديت الربع اللي هو فيه سوداني وسكر بس عشان ابقى عارفاه. ده طبعا ذكاء مني اللي انا ابقى عارفاه علشان اعلمه، عشان اما اجي ادي البنت اللي هي ما بتحبش الزبيب ابقى عارفه انا حاشيها ايه. انما الجزء التاني هقطعه مربعات عشان يعني ارضي كل اللي بيحب حاجة. طبعا كل عارفة عيالها بيحبوا ايه، ترضيهم، تحاول تعمل على قد يعني امكانياتها وترضيهم. هدخلها بقى الفرن على بركة ربنا كده، وتطلع بقى زي العسل كده. طلعت من الفرن جميلة وروعة وشكلها تحفة. طبعا انا اكون مجهزة الشربات والشربات بارد وهي طالعة من الفرن سخنة، فده مع ده يتفاعل مع ده تبقى مقرمشة وجميلة. طبعا انا مجهزه الشربات من وانا بشتغل، من قبل ما اشتغل كمان. كوبايه ونص مج كبير سكر، وكوبايه ونص ميه، وبحطهم على بعض تغلي شويه حلوين كده لغايه ما احس ان السيرم بتاع الشربات تقل شويه. بنزله من على النار، وبحط عليه نص ليمونه وشويه فانيليا، وكده خلصت معايا. وتفضلوا معانا بالهنا والشفا. يا رب تكون وصفتي خفيفه وعجبتكم وجربوها.
وما تنسوناش بقى باللايك واعملوا لنا اشتراك علشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. مع الف ومليون سلامة. باي باي.